الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من أنواع الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما علا فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ها هنا السحاب، فأنزله منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترزقون وتقوتون وتعيشون وتفكهون. فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وأشباها من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبون الله، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون أو مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا ينفعونكم ولا يضرون. وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في العبادة، كيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. ثم قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته
الزاعمين كذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه فيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه. فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبرى ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة، أن كانت وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا الذي بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق، هذا الذي إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهد فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الإنزال فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها
لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة، وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.